الصيف خلاص دخل وانا وانتوا حرانين، والله انا حاسه بيكم. فده وقت بقى الاكلات السهله اللي مش بتاخد اي وقت، بس في نفس الوقت كده نطلع من المطبخ بطبق محترم. فتعالوا بقى اقول لكم ازاي تعملوا احلى مكرونه كريمي في الدنيا، وحرفيا مش هتاخد منكم 10 دقائق. في حله فيها ميه هنحط فيها معلقه كبيره من الملح، واول ما الميه تغلي هننزل المكرونه بتاعتنا وهنسيبها تستوي نص تسويه. هنطلعها بقى نصفيها، وفي نفس الحله هنحط كيلو من الحليب بيكون دسم كده وحلو. وعشان اسهلها على نفسي استخدمت كيس البشاميل الجاهز من شيفي ميكس. مش هعمل اي حاجه غير ان انا احطه بس على الحليب وهو بارد، وطريقه التحضير مكتوبه ورا هي والمكونات. فهو في بقى الملح والفلفل وكل الكلام ده، فبس هنقلبه الاول على البارد، بعد كده هنرفعه على نار هاديه، وهو لو تقيل شويه هنزود له كمان كوبايه لبن لحد ما نوصل للقوام ده. هننزل بقى المكرونه بعد ما سلقناها، وهتكمل سواها بقى في الصوص. وخطوه اكسترا لو حابين نحط جبنه موتزاريلا كده معاها عشان تخلي الصوص ريتش اكتر. هننزل كل الكلام ده بقى في الصينيه او في الفويل، اي حاجه انتوا حابينها يعني. عشان احنا اتفقنا ان وصفتنا مش هتاخد 10 دقائق، فجبت فراخ جاهزه من السوبر ماركت عشان اسهلها على نفسي، وقليتها عادي جدا وقطعتها وحطيتها على وش المكرونه، وبلاش تحطوها جوه عشان تفضل كريسبي وما تطرش. زودت بقى جبنه موتزاريلا كده وفراخ من على الوش، وهندخلها بقى الفرن. هي كل حاجه مستويه، احنا بس عايزين تاخد لون حلو من على الوش. ف 10 دقائق بالكتير قوي تحت الشوايه، ودوقوا بقى يا جماعه احلى كريمي باستا في الدنيا، لازم تجربوها.